الورقة الرياضية للنشر من قليميم وفعالية الملتقى الجهوي للرماية بالنبال الذي أشرفت على تنظيمه جمعية القوس الرياضية للرماية بالنبال تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية للرماية بالنبال. في المتابعة حفظ محتار ومحمود الشراكي. اهتمام متزايد برياضة الرماية بالنبال على صعيد جهة قليميم ودرون شجع الجامعة الملكية المغربية للرياضة على تنظيم هذه المنافسة الجهوية في هذا النوع الرياضي، والتي انضمت إليها عديد الأندية المهتمة بالجهات الجنوبية. منافسة تساهم في إكساب المزيد من الخبرة والتجربة للممارسين الكثر بالأقاليم الجنوبية. اليوم كان ننفذ جزء من البرنامج العام ديال البرنامج الوطني اللي خداته الجامعة الملكية المغربية للرماية بالنبال، وهذا الجزء كيهم البطولة بمناطقنا الغالية مناطق الجنوب، واللي كتشارك فيه العصبة ديال الجنوب ديال الصحراء بمشاركة عدد من الأندية اللي حقيقة أبانوا عن مشاركة بعدد مكثف جدا سنة بعد أخرى. وحنا كنعيشوا اجواء النسخه الثانيه اللي من بعد ما عشنا وعشتوا معنا النسخه الاولى بنجاح، فاحنا اليوم كيتزاد هذا النجاح من حسن الى احسن. الملتقى عرف اليوم الاول حصص في مجال التدريب والتحكيم، بعد ذلك يوم الثاني تمت منافسه رياضيه بين الاطر التي نظمت هذا التدريب والتحكيم، حيث عرف العدد حوالي 35 مشارك من الفئات الكبار و40 من المؤسسات الابتدائية. هذا الملتقى نظم بتنسيق مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والمديرية الجهوية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. هذه التظاهرة الجهوية محطة للتنافس وفرصة كذلك لتأهيل قدرات الممارسين في هذه الرياضة وتحضير رماة الجيدين للمنافسات الوطنية منها والدولية القادمة، خاصة في ظل الانتعاش التي باتت تعرفها هذه الرياضة في السنوات الأخيرة. احنا زيد سعداء بأن باش تكون هذه الدورة الثانية اللي استفدوا منها، بالإضافة للناس اللي شاركوا في التكوين الأولي ديال السنة الماضية. كان هذا تكوين يعني تكميلي، بالإضافة استضفنا واحد مدربين جدد اللي كان في المجموع ديالهم فوق واحد 35 ممارس و35 متدرب. بادرة طيبة ديال الرماية بالنبالة، أول مرة تكون في الجهة وحنا كمتدربين حضرنا في هذا التكوين اللي استفدنا منه بشكل كبير، وإن شاء الله حتى حنا بدورنا غادي نمروا هذه التجربة هذه الرائعة للأجيال القادمة بإذن الله. هذه المسابقة هذه للرماية بالنبال، كون أنني أنا متدرب مستفيد من هذه الدورة اللي تنظمت، وكنبغوا هذه الدورات أنها تبقى تعاود مجددا مرارا باش نستافدوا ويستافدوا الجميع ويبينوا على الطاقة ويطوروا المهارات ديالهم. تظاهرة جهوية إذن تعزز من حضور هذا النوع الرياضي بالأقاليم الجنوبية وتشجع على الاهتمام أكثر بهذه الممارسة، حيث خصص المنظمون عديد الجوائز ووزعت على الفائزين في مختلف الأصناف في ختام أطوار هذا الملتقى الرياضي.